السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ان شاء الله هنعمل خلية النحل بطريقة سهلة جدا وطعم اوعدكم ان شاء الله ان هو هيعجبكم جدا. بإذن الله لما تتبعوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم جدا وتعجب ولادكم. بس يا ريت بقى قبل ما نبدأ في الطريقة يا ريت تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك لو اول مرة تشوفوا قناتي. حبايبي طريقة الخلية النحل دي جميلة جدا، يعني ممكن ان انتي تحشيها جبنة، ممكن تحشيها شوكولاتة، ممكن تحشيها اي حشوة، وبجد بتبقى خرافة، بتبقى تحفة جدا وطعمها جميل. هنبدأ بقى نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ بالطريقة والمقادير. أول حاجة أنا بختارها قبل ما ببدأ أعمل خلية النحل إن أنا أجيب نوع دقيق كويس جدا ويكون متعدد الاستخدامات. تاني حاجة لازم يكون معايا لبن بودرة. لبن البودرة بيفرق جدا في طعم أي معجنات. وطبعا الخميرة الفورية وكيس بيكنج باودر هاخد منه معلقة واحدة بس. خلاص. في حاجة بقى كمان، هحتاج طبعا لبن دافي. اللبن الدافي هيكون معايا كده يعني ايه نص كيلو من اللبن الدافي. عايزين تستخدموا زبادي في العجن، عايزين تستخدموا مية دافية، مفيش اي مشاكل. خلاص. وهحتاج سمسم للوش كده، وهحتاج كمان لبن محلى عشان احط منه اول ما تخرج من الفرن. اللبن المحلى ممكن استغنى عنه وهقول لكم البديل بتاعه. خلاص. هبدأ كده اسمي الله وابتدي بقى اجيب بولة، وهستخدم 4 كوبايات من الدقيق. 4 كوبايات من الدقيق او 4 كوبايات الا ربع كده، على حسب الدقيق بتاعكم. خلاص. اول خطوة ان انا بنخل الدقيق كويس جدا. بنخله بجد بيفرق جدا في هشاشة الخلية النحل، بيخلي بجد اي معجنات حلوة جدا لما تنخليها. وكمان بيديلها كمان بيساعده ان هو يرفع معاكي ويخمر بسرعة. خلاص. حطيت اهو نخلت ال4 كوبايات من الدقيق، وبعد كده حطيت ذرة ملح صغيرة. جبت بقى نص كوباية من الحليب، وحطيت عليها معلقتين من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وقلبتهم كويس جدا. اهو هبتدي ان انا اقلب الخميرة بالسكر باللبن كويس جدا لحد ما تدوب معايا الخميرة خالص، واركنها 5 دقايق كده لحد ما تتفاعل شوية. تمام. هاجي بقى للدقيق، احط عليه معلقتين كبار من اللبن البودرة. زي ما انا قلت لكم اللبن البودرة بيخلي طعم اي معجنات حلوة جدا، وكمان بيديلها لون حلو في الفرن. خلاص. بحط كمان نص معلقة من البودر، نص معلقة كبيرة كده من البيكنج باودر. حطيت اهو كل المواد الجافة على الدقيق. يبقى حطيت ذرة ملح، حطيت معلقتين من اللبن البودرة، وحطيت نص معلقة من البيكنج باودر، وحطيت كمان معلقة من السكر. كمان معلقة سكر عشان انا هعملها مسكرة زي ما انا قلت لكم. انا هحشيها مش هحشيها جبنة، لا انا هحشيها شوكولاتة. خلاص. انا عايزاها مسكرة بتبقى طعمها حلو جدا. وحطيت بقى الخميرة اهي اتفعلت معايا وبقت زي الفل، فحطيتها كده على الدقيق. هعجن بايه بقى؟ هعجن بلبن رايب. انا كان عندي لبن كده ولبن حليب وقطع مني راب مني كده، فانا قلت هعجن بيه. لو عايزة تعجني بمية دافية، تعجني بزبادي، اي حاجة عادي، ما توقفيش نفسك. بس اللبن الرايب بيبقى جميل جدا في اي معجنات وبيخليها طرية جدا. هبتدي اهو اسمي الله وابتدي انزل واحدة واحدة على الدقيق اللبن، بحيث ان هو يكون لي عجينة تكون مش ملزقة قوي ولا يابسة قوي، تكون معقولة كده. هوريكم دلوقتي ملمس العجينة وشكل العجينة اهو. بصوا بقى، في حاجة صغيرة جدا بتدي للعجينة طعم حلو قوي. مكعبين من الزبدة اهو بسيحهم، وقبل ما بلم العجينة في الاخر خالص اخر خطوة كده، بقوم جاية حاطة مكعبين الزبدة دول وهم كده وانا مسيحاهم على العجينة،
بصوا بقى بيخلوا العجينة دي بقت ملبن كده في ايدك، بتبقى طعمها حلو جدا كمان، وبيخليها طرية قوي. الزبدة بتطري العجينة جدا. خلاص انا لميت العجينة اهي، هبتدي بقى ان انا اغطيها واحطها في مكان دافي لمدة ساعة. خلاص بعد ساعة بالظبط طلعتها ما شاء الله كانت خمرت اهيت. وهبتدي احضر بقى الحشوة بتاعتي، الشوكولاتة او الجبنة زي ما انتوا عايزين. خلاص انا حبيت ان انا احط في الحشو بتاعتي شوكولاتة. بجيب بقى صينية كده، صينية واسعة كده مقاس 30، وبدهنها بالزبدة. ضروري قوي ان انتوا تدهنوها بالزبدة او السمنة، ما تدهنوهاش بزيت عشان ما تنشفلكوش ارضية خلية النحل. خلاص ببتدي بقى واحدة واحدة كده ان انا اقطع، يعني بس ضروري قوي ان انا إيه يعني احط على ايدي كده مسحة من الزبدة عشان العجينة ما تلزقش في ايدي. خلاص وببتدي اقطع العجينة زي ما انتوا شايفين كده، بصوا قد الليمونة كده. بصوا شفتوا الليمونة حاجة صغيرة جدا. ليه بقى؟ لانها بتنفش معايا، ولما تكون التقطيعة صغيرة بتبقى شكلها احلى كمان. خلاص اهو ببتدي بقى ان انا خلصت كل الكمية اهو اللي معايا. بصوا كل ده من نص كيلو دقيق، من ال3 كوبايات ونص او ال4 كوبايات الا ربع دقيق. تمام اهو. ببتدي ان انا بقى احط الشوكولاتة في نص كده في نص الكورة الصغيرة اللي معايا دي، وبقفل عليها كويس جدا وبلفها بايدي كده اهي. وببتدي ان انا احطها في الصينية. بصوا يعني داير ما يدور كده يعني اهي. بلف كده العجينة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. خلاص ببدأ بقى ان انا اجيب احطه على الوش. بصوا بقى انا فضيت اللبن اللي هو المكثف معايا، هو اللبن المحلى في كوباية، وابتديت بدل ان انا مدهن لبن عادي، بدهن لبن محلى قبل ما تدخل الفرن. وبجهز معايا سمسم. انا حمصت السمسم كده بمعلقة زبدة على النار، وببتدي ان انا ادهن بالفرشة باللبن المحلى كده الكور معايا الصغيرة دي. نسيت اقول لكم يعني سيبوا سنتي كده، سنتي ما بين كل كورة والتانية. ليه؟ عشان يعني تبقى واخدة راحتها كمان في السوا. تمام. ببتدي ان انا بقى اوزع اول ما هبتدهنوا الوش وتيجوا تحطوا السمسم، السمسم بيلزق على طول على الوش على وش اهي زي ما انتوا شايفين كده، على وش الكور اللي معايا دي. خلاص بدخلها بقى على فرن سخن. يعني وانا شغالة كده فيها وانا بدهن وشها بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. بتدخل على درجة حرارة فرن عالية جدا اي معجنات عشان تديني نتيجة افضل. خلاص بدخلها طبعا الفرن اهو. بصوا انا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية، وبتقعد يعني حوالي ربع ساعة. ربع ساعة وطلعتها، والله يا حبايبي انا ما شغلتش الشواية، هي طالعة كده ما شاء الله. بصوا حرارة الفرن لوحدها ادتها اللون الذهبي الجميل ده. بجد كانت طالعة خرافة، طالعة جميلة جدا، هشة جدا، بس هي كانت سخنة قوي انا ما كنتش عارفة اقطعها. بصوا بقى اول ما بتطلع وهي سخنة كده، ببتدي باللبن المحلى اللي انا قلتلكوا عليه، وببتدي ان انا بسرعة جدا ان انا ادهن الوش بيه. عايزين تصبوا منه صب كده عادي، بس ضروري قوي ان انتوا تحطوا عليه اللبن المحلى عشان ما تبقاش ناشفة، تبقى طرية كده وطعمها حلو. ايه البديل بقى بتاع اللبن المكثف؟ ممكن تستخدموا الشربات. شفتوا شربات الكنافة؟ هو ده ممكن تستخدموا شربات الكنافة، بيديلها برضو نفس الطعم ونفس الشكل. يا رب يا حبايبي تكون النتيجة بقى عجبتكم، شكلها بجد. بصوا شكلها بيتكلم عنها ما شاء الله. هي حلوة جدا وطعمها بيبقى احلى. بس سامحوني بقى ان انا ما قطعتلكوش منها لانها كانت سخنة جدا، بس والله يا حبايبي كانت بجد هشة جدا وخفيفة قوي، وكمان حاجة مسكرة عملتيها بكل سهولة. وكل كل المقادير دي موجودة عندنا في كل بيت.
يا رب يا حبايبي اكون فدتكم بقى بالفيديو ده وشكرا حبايبي لمتابعتكم. ما تنسوش بقى حبايبي اللايك والاشتراك في القناة، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا حبايبي.